ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ثم استعطاف على الآية التي قبلها أن الله تبارك وتعالى أهلك القرون التي قبلهم وبدلهم بجيل جديد، فقال ثم جعلناكم خلائف في الأرض. أسأل حضرتك بعد إذنك، الشائع على مسامع الناس إن الإنسان خليفة من؟ خليفة الله في الأرض، صح؟ كلامك طبعا غلط. الإنسان لو هو خليفة الله في الأرض معناه إيه؟ معناه إن ربنا سبحانه وتعالى وحاشا وكلا، بس أنا بقول لك عشان ندقق الألفاظ ما ينفعش نقول إن الإنسان خليفة الله في الأرض، لأن لو خليفة الله في الأرض معناها إن ربنا سبحانه وتعالى في فترة من الفتور فيها مثلا غياب، فيها بعد، فيها إله آخر، فيها مشاركة والعياذ بالله. طب واحد يقول لي في قوله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إيه بقى؟ خليفة يعني إيه؟ خلف يخلفه خلف يخلفه خلف، اللي هو جيل بعد جيل بعد جيل بعد جيل، هو ده المقصود. لكن ان احنا نقول ان الانسان خليفه الله في الارض ما ينفعش. ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. انا بصراحه انا بتعرض في الايه دي لمسالتين. المساله الاولانيه اللي انا قلتها لحضرتك اللي هي ان ما ينفعش نقول ان الانسان خليفه الله في الارض. المساله الثانيه هنا لننظر كيف تعملون، هنا الضمير عايد على مين؟ فين يا فندم؟ الضمير هنا عايد على مين؟ لننظر لما نتكلم بصيغه الجمع تدل على العظمه. ماشي، عايد على مين؟ على الله سبحانه وتعالى. هو ربنا سبحانه وتعالى مستني يشوف هم يعملوا ايه عشان يجازيهم. ده ربنا سبحانه وتعالى من غير ما تتكلم عالم سبحانه وتعالى انت هتقول ايه. واصلا كل اللي احنا بنعمله واللي هنعمله ما كان وما وكائن وما سيكون لو كان كيف يكون، كل ده مكتوب عنده سبحانه وتعالى قبل ان يخلق الانسان اصلا، وقبل ان يخلق مقام